ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه، احنا دلوقتي دخلنا على صيف 2025. تقريبا كل الناس خلصت امتحانات، مفيش بس للثانوية العامة. آه، الحابب يدور على مكان يكون فيه بحر كويس، اسعار رخيصة شوية. مش هيلاقي احسن من معمورة الشاطئ. آم، احنا عندنا نماذج كتير، نماذج على البحر مباشرة. الصورة اللي انا بتكلم عندها دي صورة الممشى بتاعة المعمورة الشاطئ. عندنا نماذج على الممشى على طول، نماذج على البحر على طول. مستويات عالية، مستويات متوسطة السعر. آه، عندنا برضو شقق وشاليهات. اللي بيبقى على البحر مباشرة دي شاليهات وفيلا الدوبلكس. وفي على الشارع الرئيسي معمورة اللي هو عند السوق الكبير. والشوارع اللي هي تلي البحر على طول. في نماذج من الشقق سعرها كويس. احنا عندنا النماذج من الشاليهات او الشقق بتاخد مع الشاليه او الشقة الكارنيهات، كارنيهات بحر شاطئ خاص، وكارنيهات دخول بوابة. مستوى شغل عالي. اكيد واخدين بالكم من الفيديوهات والشغل اللي احنا بننزله. اي رقم اللي احنا بنكتبوه في التعليقات بتقدروا تتواصلوا معايا وتحجزوا اليوم اللي انتوا عايزينه. عندنا شغل لسه ما اتحجز، عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. وفي شغل طبعا اوريدي اتحجز. بتتصلوا تتواصلوا معاهم وتشوفوا ايه المتاح، بيبعتوا لكم واتساب، بيبعت لك الفيديو واتساب. زي ما بتشوف محتويات الفيديو ونظافة الشاليه في الفيديو بتستلمه كده. زي ما انت شايفه بالظبط. ناس امينة تقدر ان انت تبعت لهم عربون. وتقدر تيجي بكل اريحيه واطمئنان، مفيش اي مشاكل. لان في مشاكل مع سماسرة كتير في حوار العربون وكده. لا، النمر اللي احنا بنسيبها في التعليقات الناس موثوق فيها، تقدروا تحجزوا معاهم الايام اللي انتوا عايزينها، وتسيبوا عربون وتيجوا براحتكم. الفيديو اللي شغال ده الفيلا دوبلكس، دي على البحر مباشرة على الممشى. دي ريسبشن وحمامين وثلاث اوض. فيلا تسعة اكتر من اسرتين. الفيلا نظيفة زي ما انتم شايفين ومكيفة كلها. وفيها حمامين ومطبخ تحت. انا مش هطول عليكم في الكلام، هسيبكم تتفرجوا على الفيلا، وبعديها هيجيلكوا شاليه على البحر مباشرة، وشاليه برضو يرى البحر بس جانبي شوية. الفيلا والشاليهين دولت مش محجوزين عيد لسه. لأي استفسار هسيب لكم الأرقام في التعليقات. ابقوا اسألونا عن الأيام الموجود متاح فيها الشاليهات. باي باي.
والامتحانات. أحلى أجازة هتقضوها في المعمورة شتاء.